السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مشتركاتي العزيزات مرحبا بكم. اليوم حبيباتي جينا مشروع شباب ومشروع هايل، وراكم طلبتوه مني بزاف حبيباتي. مشروع تاع الطراشن. البنات بزاف اللي طلبوا مني اللي يكون عندها يعني حابه تشري الرولو وما عرفتش كيفاش تشري وكيفاش تفصل كيفاش تخيط وكيفاش تانيك تبيع. تبعوا لا فيديو هذا البنات، رايحين نطرقوا بزاف حوايج. بون البنات، انا اليوم حبيت ما عنديش الرولو، بصح حبيت نوصل لكم المعلومه تاع الرولو كيفاش توصلوه كيفاش تشروه حبيباتي. بون البنات، نفترضوا باللي عندنا هذا الرولو هذا كيما هاك حبيباتي. سيرتو الرولو تاع اللي فيه في العرض تاعو 90 سنتيم. نفترضوا باللي هذا الرولو تاعنا، هذا الرولو تاعنا حبيباتي. هذا الرولو تاعنا دائما الرولو راه فيه الرولو فيه 40 متر، والعرض تاعو هذا العرض تاعو حبيباتي. هذا العرض منا العرض تاعو، هني على المبتدئات اللي ما يعرفوش. منا العرض تاعو عندنا 90 سنتيم. 90 سنتيم دائما الرولو هذا اللي فيه 90 سنتيم فيه الالوان ما شاء الله شابين، ومام القماش تاعو يعني قطني، وسيرتو كي يتغسل يعني عن تجربه كي يتغسل يزيد يمتان وما شاء الله عليه. انا من بين هذا راني جايبت لكم هذا باش نوريكم كيفاش تفصلوه حبيبتي. الرولو نتيا تروحي ماشي شرط عليك تروحي تشري رولو كامل من لون واحد. تقدري نتيا هذا الرولو قلت لكم فيه 40 متر، تروحي انتي تقدري تقولي له قسمه لي على 5، يعني 5 تاع الالوان. انتي تقولي له راني باغي نشري عليك رولو، بصح انا قسمه لي على 5 تاع الالوان، يعني كل لون منطبع، ما نجيبش رولو كامل من هذا الكولار هذه. يعني يعطيك 5 تاع الالوان انتي خيريهم، كل لون فيه 8 متر، تخرج لك 5 تضربيها في 8 يعني تعطيك 40 متر. فهمتوني حبيباتي؟ تقدري ديري هذه الطريقه كيما تقدري، يعني تاني ما يكونش عندك وما يكونش في مقدورك، تقدري يعني تخدمي مع وحده مصح صحاباتك ولا وحده خياطه تعرفيها، ولا تشرو يعني رولو تشروه مع بعض كيما قلت لك، وتقسموا الالوان. يعني هو يقسمها لك عند مول المحل كي تروحي تقولي له انا باغي ندي عليك رولو، بصح اقسمها لي على 5 تاع الالوان، يعني كل لون اعطيني منه 8 تاع الامتار. يعني ما شاء الله تخدمي طراشل، تخدمي المآزر، تخدمي السربيته تاع الخبز، يعني تخدمي تنوعي في الخدمه تاعك ويمشولك باكيد باذن الله حبيبتي. نروحوا كيفاش نفصلوه. بون البنات، هنا انا قلت لكم فيه 90 سنتيم، تروحي نتيا من لهنا تحسبي قياس 90 سنتيم، يعني ديري مربع الشكل. هذا الرولو تاعك راه طويل وعريض، راه فيه قلت لك حتى 40 متر. بون انتي تروحي يعني تفصلي هنا عندك في العرض 90 سنتيم، من تاني تروحي تدي 90 سنتيم، يعني راكي درتي كي شغل مربع الشكل. تروحي تقصي هذاك المربع بناتي، تقصيه. ها هو المربع تاعنا هنايا غنقصوه بهذا الشكل. هنا قصصنا المربع، يعني باش تفصلي على ضربه، ما تروحيش تفصلي يعني كل طرشونه تفصليها وحدها، هنا تتعبي او ميم طون القماش تاعنا كيما تعرفوا يتنسل. يعني انت كي تفصلي هذوك السرابت ما تجي توصلي انت للثالثه ولا الرابعه كلشي تصيبيهم كاع يعني تسنسروا معاك. هنا تروحي تجيبي المتره كامله، احنا نعتبروها متره كامله. هذه المتره راح دير لك 4 تاع الطراشن. تروحي دائما تخيطيهم في ضربه وتزيدي تروحي من داك تقلعي متره، من داك تقلعي متره حتى اللي تصيبي روحك كملتي يعني الخياطه تاعك. كيفاش ديري؟ هذه هي المتره تاعي انا. هنايا عندي متره، انا بقالي من هذاك القماش خدمت طراشن وبقالي عندي هذه متره. هذه هي المتره تاعي. شوفوا البنات كيفاش يتنسل، يعني تتعذبي معاه شويه، لازم كامل تدوري به بالمقص، تقصيه وتقصي هذه الحاشيه هذه باش عاد تبداي تخدمي فيه. بون هو دائما نتيا الرولو تاعك كي من هاك دائما تعرفي كي تقصي هاد المتره تاعك هذه دائما الوجه يكون للتحت. الرولو كي تشريه كي من هاك الدخلاني هو الظهر، الرولو القماش اللي من برا يعني الوجه تاعو يكون من برا. هذاك دائما حافظي عليه كيما نقولوا هنايا، هذا هو الوجه تاعي، وهذا اللي قصيته من الرولو هو الظهر تاع القماش تاعي، يعني الكفه راح نديرها للقدام مش راح نديرها للروض. فهمتوني؟ بون انا واش ندير في هاد الميطره كامل، نروح ندير لها كامل الكفه صاير داي.
ندير لها الكفه تاعي صاير داير، ندير لها الكفه تاعي صاير داير باش عاد نكمل الطراش نتاعي. دوك انا ندير لها الكفه ونجي نكملها معاكم باش تفهموا معايا غاية. بون البنات شوفوا، ها هو هذيك المتره، يعني ماشي متر 90 على 90 كما قلت لكم، هو فيه 90 سنتيم عرض، انا نروح نقصص 90 سنتيم من الجهه الاخرى، يعني نتحصل على مربع. انا درت له الكفه كامل صاير داير كما راكم تشوفوا، كامل صاير داير حبيباتي، ها هو باين قدامكم. دوك هادي ولا حبيتي ديري السربيته تاع الخبز ديريها بهذا الشكل وبهذا القياسات، 90 على 90 كي يكون عندك القماش العرض تاعو 90 سنتيم ديريه بهذا الشكل. وحنا رانا رايحين نديروه طراشن، يعني هذا 90 سنتيم على 90 سنتيم رايحه تعطيني 4 تاع طراشن بقياس 44 على 44. بويسك 90 سنتيم هذه كي تقلعي لها دوك الشوائب وتزيدي ديري لها الكفه، يعني ديري كفه تاع واحد داخل على واحد يعني 2 سنتيم، تبقى لك هذيك تاع 88 سنتيم، يعني الطرشونه تاعنا تجي فيها 44، يعني ما شاء الله كبيره ووافيه بهذا الشكل هذا. هذه هي كامل الطرشونه تاعي. دروك احنا فصلناها كيما هكا، نروحوا درو كيفاش نديروا حبيباتي باش ما تتعبيش وتاني تخيطي على جهه، باش يعني الطرشونه تاعك تجيك شابه وتجيك منظمه ما تتسنسر معاك ما حتى حاجه. كيفاش دروك نروحوا نديروا؟ دوك نروحوا القياس تاعنا ها هو كيما ديريها على 2 بهذا الشكل، تروحي هنا يعني هما هذوك المربعات هما اللي حدولك وين رايحه تقصي بهذا الشكل هذا. هنايا كيما هنايا انا نروح نقصصها هنايا جيست في الوسط، كيما راني تانيتها على 2 نروح نقصها منا باش نتحصل على الطراشن تاعي. بسم الله على بركه الله، صلوا على حبيبنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. حبيبي رسول الله، نقصهم بهذا الشكل، يعني الطراشن تاعنا يجوا وافيين، يجوا كبار، يجوا ما شاء الله 44 على 44. هادوك هما خير ملي ديريهم تاع 35 على 35. انا ما نحبش الطراشن صغار، سيرتو هادو تاع الماكله لازم يكونوا بهذا القياس. وكيما قلت لكم اللي تحب دير السربيته الكبيره ديرها بهذا القياس 90 على 90. بون قبل ما نقصصهم تاني هاك نروح ندير الكفه تاني هنايا، ندير الكفه الجهه هذه ونزيد ندير الكفه الجهه هذه باش عاد نحلهم قبل ما يروحوا يتنسلوا معايا. كيما راني مقطعتهم هاك نروح ليه للماشينه ندير لهم الكفه حبيبتي، الكفه تاع الكوانه هذيك باش تخرج لك يعني متحوفه بهذا الشكل، باش تخرج لك متحوفه بهذا الشكل. شوفوا بهذا الشكل هذا كيفاش ديري لها. شوفي تقبضي كيما هاك، ها هي انا دايرين الكفه، ديري غير هاك تهبطي هذا هنايا هكا وهذه تتنيها هنا لداخل، تخرج لك بهذه الطريقه هذه، يعني هذاك الكوان يجي مصاوب روحه بهذا الشكل. ها هي ديري كي شغل مثلث هنايا، دخلي الزاويه هذه دخليها هاك وتتني الكفه تاعك هذه بالجهه هذه بهذا الشكل هذا، تخرج لك يعني زاويه قائمه يعني والكفه تاعك تجي متحوفه. دوك نكملهم تاني ونزيدو نقصوهم حبيباتي في الوسط. كي ديري الكفه تاعك هنا في الطول تزيدي تقصيهم هنا على يعني تزيدي تتنيها بهذا الشكل، ديري كل وحده على 2 بهذا الشكل هذا، تقصي وديري تاني الكفه تاعك وانتي تحصلتي على الطراشن تاعك. وحبيباتي ها هما كملتهم. شوفوا كي خرجوا طراشن شابين متحوفين كبار ما شاء الله. شوفوا البنات، شوفوا حبيباتي، ها دروك حبيباتي هنايا نقول لكم سعر البيع، نروحوا لسعر البيع كيما قلت لكم. الطرشونه درتيها 44 على 44 يعني كبيره وافيه ما شاء الله. بغيتي ديري تبيعيها يعني جمله، يعني عندك 6 ديريهم في الامباراج، ديري 6 تبيعيها ب25 30 على حساب المنطقه اللي تكوني فيها. وإلا بعتيها يعني بالديتاي تقدري تبيعيهم حتى ل 35,000، يعني حتى ل 35,000 40,000 يعني انتي والبلاصه كما قلت لك والقماش اللي تشريه حبيبتي. والطرشونه تاع المطلوع، يعني الطرشونه تاع المطلوع قلت لكم ديروا فيها 90 على 90، تقدري تبيعيها يعني حتى ل 50,000 حتى ل 40,000 يعني. وإلا كان بحتيها يعني بالجمله تقدري تبيعيها 20 25,000
يعني كل وحده على حسب المنطقه وكل وحده والمقدور تاعها. يعني الرولو انت وزهرك كاين اللي تقدري توصلي في المتراج تاعو ما تصيبيش غير 40 متر، في الرولو ما تصيبيش غير 40، كاين اللي تصيب 42، كاين اللي تصيب يعني زياده دائما تصيبي متر ولا نص متر ولا يعني تخرج لك ما شاء الله. انا ما نجوش نقول لك شحال تخرج لك من طرشونه، بس كل وحده شحال تحب دير في الطرشونه تاعها. كاين اللي دير 50، كاين اللي دير 35، كاين اللي دير كيما انا درت 44. حبيبتي كيما قلت لكم الرولو كل واحد واش فيه. كيما تحبي قلت لك تقدري تخدمي مع كاش وحده، كيما تاني تقدري تاني يعني تشري وحدك وتقولي له باللي في المتراج يعني ما يعطيكش رولو كامل من قماش واحد، يعني ينوع لك، يعطيك 5 تاع الالوان من يعني من كل وحده من كل يعني لون يعطيك 8 تاع المترات. هذه هي البنات وهذه هي السومه. الرولو راه يدير حتى ال 200 الف، الرولو يدير 200 الف. وكاين بعض الناس راهم شراوه 180. يعني انت وزهرك كما قلت لك انت والبلاصه اللي راكي فيها، يعني كل واحد وكل محل شحال يبيع. دي فوا تصيبي بروموسيون دي فوا لا. وهذا القماش هذا حبيباتي تاع 40 الف كي تروحي عفوا تاع 40 متر كي تروحي تشري الرولو تاعك يعني قادر يبيعها لك 10,000 للمتر. فهمتوني حبيباتي؟ هذه هي المعلومات كامل اللي انا نعرفها وصلتها لكم حبيباتي. راكم بزاف سقسيتوني على هذا المشروع، هو صح بروجي ناجح بزاف، يعني قدر على حساب كما نقولوا حنايا القفازه تاعكم. روحي عند مول المحلات ديروا كيما هاك سيري وشوفيه هو شحال يقول لك، خليه هو يقول لك السومه ومن بعد تفهموا. يعني هذه هي 25,000 بالبيع تاع خير من اللي تكوني دايرت له يعني غير السورجي، يعني تكوني دايره كفه كيما هكا شابه ما شاء الله. نقوها قصوا هذوك الخيطان، الحداد البنات ما تنسوش الحداد. يعني ديروا خياطه لافينيسيون مليحه. شوفوا يعني الكوانات كيفاش يخرجوا لافينيسيون هي الصح حبيباتي. هو كي يشوف خدمتك نقيه بيان سور يقدب عليك اكيد وبدون منازع. نتمنى حبيباتي الجيم والكومنتير. ما تنسونيش حبيباتي بالبارطاج باش تعم الفايده للجميع. ودمتم لحبيباتي والى الملتقى، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وش نقول لكم ان شاء الله برك توفقوا نتوما تاني في مشاريعكم. ومع السلامه حبيباتي في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش اللومبالاج يعني تاني هما تقدروا تحسبوا تقدروا يعني ماشي حاجه صعيبه وماشي حاجه تاني غاليه. هذه هي البنات انا عطيتكم كاع واش نعرف، ونتمنى اللي ما فهمتش كاش حاجه ولا عندها اي سؤال يعني تطرحه لي في التعليقات، وانا اكيد راح نجاوبها كما كل مره. يعني ما تبخلونيش البنات بلي جام الكومنتير تاعكم. ودمتم ومع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله. السلام حبيبتي والى الملتقى باذن الله.